ما في الإنسان الآن شنو هو الوجه ديالو. وأكرم ما موضوع الإنسان هو الوجه ديالو. ولهذا الإنسان إلا بغيتي تهينه هو أنك تخدش ليه الوجه ديالو ولا تمسو في وجهه، إما بحركة وإما بكلام وإما بضرب. ولهذا من باب التكريم الإسلام الوجه قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فضاربه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيوصي، كيقول لك إلا المسلم تقاتل مع أخوه المسلم ولا تضارب معاه ما يضربوش الوجه ديالو، ما يلحقش ليه الوجه ديالو، لأن الله تعالى خلق آدم على الصورة ديالو، والوجه له تكريم كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أعلى التكريم وأكبر التكريم هو الوجه. داكشي باش الله تعالى دار فيه جميع الحواس، البصر في الوجه، والسمع كتلقاه في الوجه، والشم في الوجه، والذوق في الوجه. الوجه هو الجزء المهم من الجسم. ومع ذلك العبادة كتحتم عليك الذل، كتذل هذا الجزء اللي الله تعالى خلقه وكرمه، كتذل لله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان لما كيصلي كيوضع الجبهة ديالو على الأرض وهو يقول: سبحان ربي العظيم. ولهذا أحد العلماء سجن وحكموا عليه بالإعدام، وجاو عنده بعض الناس كيتوسطوا وساطات. اش قالوا لهذا العالم؟ قالوا له: نريد منك أن تكتب كلمة واحدة تعتذر فيها إلى الحاكم. قالوا: ودي بغيناك تكتب واحد الكلمة اللي كتعتذر فيها إلى الحاكم باش يطلق السراح ديالك وما يحكمش عليك بالإعدام. شنو كان الجواب ديالو؟ قال: إن السبابة، يعني هذا الصباح هذا اللي كنشهدوا به، السبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن أن تخط كلمة واحدة تقر بها حكم ظالم. هذا الصباح اللي كيشهد لا إله إلا الله ما يمكنش يكتب بها كلمة اللي غادا تحلل واحد الأمر اللي هو فيه مظلوم. وتعلق على المشناقة هو كيضحك، لأنه كيعلم أن المسلم أحق من أن يذل نفسه لباطل، والمسلم الحقيقي ما يذلش نفسه إلا لله الواحد الحق. سبحان الله. إذن هذا هو المسلم، هذا هو اللي نقول المسلم الحق. هو يقدر أنه يموت ولكن ما يمدش يده وشي واحد يسأله شي سؤال. ولهذا جماعة من الصحابة سلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمت شي جماعة كان كيوصيها. هاد الصحابة اللي سلموا وصاهم، ومن ضمن الأشياء اللي كان وصاهم عليها قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس أشياء، يعني ما تسألوش الناس أي شيء. حتى قال لك نفذوا هذه الوصية. كان الرجل منهم كيركب على البعير ديالو وكيطيح لي ذاك الصوت، يعني الشويطة ديالو كطيح للأرض وكينزل بيده وكيهزها وياخذها، وما يسألش هذه المسألة من أي واحد يطلب منه الشويطة باش يعطيها ليه، لأن المسألة هي لله سبحانه وتعالى. اللي يسأل الله تعالى، واللي يعز الله تعالى. والفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو الغنى في الحقيقة ديالو. شكون الإنسان يعطى الله تعالى الغنى هو اللي كيتفقر لله سبحانه وتعالى وما يتفقرش الناس. وهذه قضية أساسية في الدين، لأن كل حب في الدنيا حقيقي يقوم على الذل. شوف سبحان الله، كتوجد العشاق، الناس اللي كيحبوا في الدنيا كتوجد عشاق كيحبوا. ومن الصفات ديال الإنسان اللي كيحب أنه كتلقاه دليل لمن لذاك الإنسان اللي كيحبه. يعني لو طلب منه أبشع الأعمال، لو قال لي اقتل هذا ولا دير هذه، يقتل ويدير، ويبان لي ذاك العمل بأنه عمل مزيان. علاش؟ لأنه مدلول لمن يحب. فكيف إذا كان العبد كيحب الله سبحانه وتعالى كيكون دليل بين يديه، فقير لرحمة الله. والله سبحانه وتعالى يقول: أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. احنا فقراء إلى الله، ماشي بالمال، ماشي الفقر ديال المال فقط.
فقراء إلى الله في جميع أحوالنا، حتى التنفس. غير البرد اللي كندخلوا بالليل والنهار، لو شاء الله سبحانه وتعالى يحجب علينا غير البرد والهواء وتنتهي الحياة ديالنا جميعا. احنا فقراء إلى الله. الفقر هو مسألة فطرية في الإنسان. شوف قلب الإنسان، قلب الإنسان مشتت، قلب الإنسان مشتت ولا يجمعه أحد، وما كيجمعوش إلا الإقبال على الله عز وجل. الإنسان العبد ملي كيقبل على الله سبحانه وتعالى، الله تعالى كيقبل ليه وكيقبل عليه وكيحفظ ليه القلب ديالو وكيجمع الشمل ديالو وكيوحد الهم ديالو، وصار هذا الإنسان كيملك من الاستقرار والسعادة الشيء الكثير. ولهذا كتلقى الإنسان اللي كيتقي الله سبحانه وتعالى وكيتوجه الله تعالى 5 مرات في اليوم، كتلقى القلب ديالو مطمئن. والإنسان نسأل الله العافية اللي كيعرض على الله سبحانه وتعالى كتلقاه مفتون مشطون، القلب ديالو عامر، وما كتجيش الموت إلا وكيتهلك في شي واد من الأودية ديال الدنيا. كتلقاه يوم الموت كتلقاه مشطون وعامر ومشغول وما يصحبش حتى دوك الشهادتين، كيموت في واد من أودية الدنيا. إما يموت كيبني، وإما كيموت كيفلح، وإما كيموت كيبيع ويشري، وإما يموت في السفر. علاش؟ لأن قلبه متشتت، لأنه حب الدنيا وما حبش الله سبحانه وتعالى. واللي حب الدنيا، الدنيا عندها أبواب وعندها أودية ما يمكنش يكملها، وغادي يموت في واحد الواد من الأودية ديال الدنيا.